اتفرج على العروسه اللي راحت تخلي خطيبها يدفع اكتر من 30,000 جنيه هدوم وسابته بعد 3 ايام. قولي لي الموضوع ده، مستثمر فيه الصراحه، مستثمر في الموضوع ده جدا. بص، هو راجل غني وهي بنت جميله في القريه بتاعتها، ولما عملوا الخطوبه اصحابها شافوا العريس وكان شكله وحش بالنسبه لها. المهم في الفتره دي اللي هي ال3 ايام راحت معاه المول وجابت هدوم وجزم وحاجات كتير. كده عدت ال30,000، وبعدين اتعقدت من كلام اصحابها جامد وسابته. قعد يعيط عليها شويه وجاب لها ايفون، وجاب لمامتها هديه كده مش فاكراها دهب يعني. البنت قالت ده بيشتريني، وحاليا الواد متجوز من سنه وشهرين تقريبا. طب الحمد لله انه لقى واحده تقدره، الحمد لله انه لقى واحده تقدره. يعني بتشتريني ايه يا مهزقه يا هزق؟ ما انت خليتيه يصرف 30,000. يعني مش فاهم، ما هو عرف ان ده سكتك، يعني انت خليتيه يصرف 30,000 في حاجات، فخلاص لما يجي يصالحك هيصالحك بيه؟ هيصالحك ببوكيه ورد ولا سندوتش شاورما؟ ما خلاص، ما عرف ان سكتها سكه فلوس. يعني ما جايتش تقبل على نفسها. يعني لو واحده لسه خاطبه جديد وفي اول كام يوم تنزل مع خطيبها وتقبل ان هو يشتري لها حاجات باسعار وفوق وفوق وفوق، فاللي هو ثانيه واحده احنا لسه ما تعرفناش. يعني عامه بشوف ان ده في نقص ولا ايه يا اولاد؟ شاركوني ارائكم، مستنيها، ابعتولي على الهوت ميل. سوري يا حبيبي تليفوني باظ. تسمع عن ايفون؟ بس ما ينفعش هي تروح قايله ده بيشتريني بالفلوس وهم بعد ما لسه اتخطبوا، لسه يعني هم عارفين بعض. يعني الكلام ده ممكن لو هم مثلا كانوا مصاحبين بعض من زمان او حاجه زي كده بعدها اتخطبوا، تمام؟ لكن لا، دول لسه خاطبين جديد، لسه في اول 3 ايام خطوبه، وانت خليتيه يجيب لك بحاجات ب 30,000. يعني اليوم واقف عليه ب 10,000 جنيه يا مهزقه، تمام؟ ده مرتب، ده مرتب انا ما كسبتوش في حياتي. انت قبلتي على ده، قبلتي انك تاخدي هدايا منه بالشكل ده في اول كام يوم، بعدها ما عجبكيش شكله عشان كلام مين؟ يا ريته كلامك، لا ده كلام اصحابك المهزئين. فبعدها لما الراجل حاول يصالحك بالطريقه اللي هو شاف ان انت بتحبيها او مشدوده فيه ليها اللي هي الفلوس، ساعتها انت قلتي بيشتريني. لا وات ذا فاك، انت هبله. يعني انا مثلا لو خلفت بنت في يوم من الايام، انا مش هخلي خطيبها يشتري لها حاجه. ما تقبليش منه حاجه، ما تقبليش منه لبس، ما تقبليش منه هدوم. اللي هو مش تنزلي تعملي معاها شوبينج وتقولي انا عاوزه ده، او انا هحرمها من حاجه او اخليها تخلي واحد يشتري لها. في الاول والآخر ده مهزأ، لسه ما بقاش جوزها. الكلام ده لما يبقى جوزها، لو عاوز هو يجيب لها هديه يبقى اسمها هديه منه لنفسه، بس مش تنزل معاه له يلا نشتري لبس او يلا او تقول له انا عاوزه ده يا حبيبي او ده يا حبيبي. لا، انا نفسي مش هربي كده، اللي هو انا اخلي عينيها اسمها عينيها مليان. انا مش ضد ان الخطيب يجيب لخطيبته حاجه، بس الحاجه تكون بمبدا الهديه، مش بمبدا ان هو رايح يشتري لها، لان الخطيب المفروض ما يصرفش على خطيبته. هي عندها اهلها يصرفوا عليها، انت تصرف عليها اساسيه. يعني انت تديها مصروفها وتاكلها ببقها وتجيب لها لبس وتجيب لها موبايلات وتجيب لها حاجات، الكلام ده لما تتجوزوا. مش على ذمته، بالظبط مش على ذمته، مش من حقه انه يجيب لها اي حاجه، وهي المفروض ما تقبلش منه اي حاجه الا لو الحاجه دي هدايا هو جايب لها. ده مبدا ايه الهديه، مش نازلين نشتري حاجه سوا. مش لما موبايلها تبوظ تروح تقول له يا حبيبي موبايلي باظ يا مهزقه. ما تروحيش تقولي لخطيبك كده، خطيبك مش ابوكي مش جوزك، مش مجبر انه يصرف عليكي جنيه، تمام؟ الهدايا عامه ما فيش مشكله ما بين الصحاب، ما بين الخطايب، ما بين القرايب، ما بين المتجوزين، ما بين اي حد، ما فيش اي مشاكل. دي هدايا في الاول وفي الاخر اسمها هدايا. بس مش هروح اطلب من خطيبي اقول لك يا قلبي ما تجيب لي الساعه دي برا امك نفسي فيها، انت فيها تلم يا وليه، تلم يا وليه، اطلبيها بقى لما تتجوزوا. يعني انا مثلا لو دخلت حبيت واحده او حاجه ومع بعض، بعدها مثلا تيجي تطلب مني تقول لي انا عاوزه وعاوزه وعاوزه، فبالنسبه لي انا مش هكمل معاها. ايه عاوزه فين بابا يا حبيبتي؟ فين فلوسك انت يا حبيبتي؟ بتعملي انت ايه في حياتك؟ ايه؟ مفيش مشكله انها مثلا تعبر عن رغبتها انها عاوزه حاجه معينه، تمام؟ مفيش مشكله. يعني انا مثلا ببعت في الستريم بقول لكم انا عاوز حاجه كده، هل ده معناه ان انتوا هتجيبوا لي ده؟ تمام؟ لا. مثلا بكبوك قلبي انه قال انه عاوز 2090، هل ده معناه ان انا هجيب له 2090 ايه 4090؟ اكيد لا، مش هجيب له كارت الشاشه ده، تمام؟ احنا بنعبر عن رغباتنا لبعض عادي، بنقول نفسنا. زي مثلا بقول انا نفسي في كذا، زي ما بقول انا جعان، زي ما بقول انا عطشان، زي ما بقول انا فرحان زعلان، بتعبر.
ولكن اللي فيه مشكله ان انا لما اقول لك حاجه زي كده بعدها هزعل منك انك ما جبتليش، اللي هو انا يعني هي مثلا لو بتقول مثلا لخطيبها اللي هو انا نفسي مثلا في كتاب كذا، تمام، بعدها هو ما جابش الكتاب ده، فتروح زعلانه لما جابليش. لو وات ذا فك، ايه يا وليه، ايه يا وليه، يا وليه. ما هو برضه الراجل ما هو بيحاول يحوش، بيحاول يجمع فلوس عشان تتجوزوا، يعني هو بيحاول يعمل في ده. انت بتطلبي ده، فين انت شغلك؟ انت ما اشتغلتيش، طب ما فيش مشكله، بتحوشي طيب من الفلوس اللي بيدالك باباكي؟ لا ما بتحوشيش. طب انت عاوزاه هو يجيب لك؟ طب ما هو برضه، ما هو دلوقتي الراجل اللي انت خاطباه ده بيحاول يجمع فلوس علشان يعمل البيت اللي هتتجوزوا فيه، بعدها يبقى يجيب لك بقى اللي انت عاوزاه، ما هي مراته بقى هتلاقي اللي نفسه فيه. بس البنات اللي بتتضايق تزعل، ده غريب، ده غريب. ممكن تزعل مثلا ما جابلهاش حاجه في عيد ميلادها، يا ده حقها برضه. تزعل في الاعياد، تزعل في المناسبات انه ما جابلهاش حاجه، بس اوت اوف نوير كده تزعل، فك يو يعني.